بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا قطتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. كل سنة وانتوا طيبين. خلاص قربنا بقى رمضان يخلص، عدى بسرعة علينا ومحسناش بيه. تعالوا نشوف بقى النهاردة الميزانية بتاعتنا او الحاجة اللي هنعملها النهاردة، الفكرة للعشر ايام الاخر من شهر رمضان. ازاي ان انتي تنضفي، وازاي ان انتي تعملي اكل، وازاي ان انتي تعبدي بقى وربنا سبحانه وتعالى وتقري القرآن وتختمي، وكل ده هقولها لك بكل التفاصيل ان شاء الله في الفيديو ده. بس لو أول مرة تشوفيني، ده أنا اسمي سيدة حسن، ودي قناتي بتتكلم عن التدبير والتوفير. وشكرا شكرا شكرا على الفيديو اللي فات بتاع مكونات الكحك، لأنكم اتفاعلتوا عليه، ويا رب يكون الفيديو ده كمان تتفاعلوا عليه زي الفيديو اللي فات. بصراحة كان، والتعليقات بتاعتكم الجميلة، وشكرا كلكم كلكم كلكم، كل حد شاف الفيديو وكل حد اشترك في القناة. وأوعدكم ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وان ان شاء الله باذن الله تاخدوا كل الافكار الجديده والجميله من القناه. طبعا انتوا عارفين نونو لازم تبقى، انا نفسي اجيبها لكم وهي نايمه، هي لازم تخش معايا في اي فيديو، تفضل قاعده كده وانا بصور بتطلع تقعد لي على الترابيزه. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه، احنا هنقسم العشر ايام. طبعا رمضان 29 يوم، مش عارفين برضو، احنا لسه هنشوف ان شاء الله باذن الله. هنقسم بقى اخر 10 ايام. طيب هتقولي لي 10 ايام انا عايزه انضف فيهم. طبعا اللي عمل تنظيفات قبل رمضان برضو بتحتاجي ان انتي يعني تنضفي شويه برضو. مش هيجي علينا عيد. انا عارفه ان كلنا ان شاء الله باذن الله نكونوا غسلنا وعملنا ونضفنا. الحمد لله الجو جميل اليومين دول، وان شاء الله باذن الله هنعمل كل حاجتنا ان شاء الله. بصي بقى يا ستي، طبعا مش همنا الاكل وبس. انا النهارده كان في ميزانيه قبل كده عاملاها لكم يوم بعد يوم، هنستخدمها في اخر 10 ايام. الميزانيه بتاعت النهارده مش لرمضان بس، ومش لاخر 10 ايام بس، بالعكس دي هتوفر معاكي جدا في الفلوس. اول حاجه البازلاء متوفره. انت هتعملي بقى ايه؟ لو انتوا اسره كبيره هتعملي كيلو، طبعا بتحطي عليها جزر وبتحطي عليها بطاطس، وهتجيبي اللحمه والرز وهتعمليها، بس هتعملي كميه اليومين. طيب آه اليومين يعني النهارده هناكل بزله ورز وبكره بزله ورز. عايزه تعملي الرز صابح عشان خاطر الولاد يحبوا يحسوا كده ان الاكله جديده، براحتك اعملي تاني يوم يعني اعملي نص الكميه النهارده ونص الكميه بكره. طيب تالت يوم هنعمل كفتة ورز، وبرضه هنسيب نفس الحكاية. دي أفكار للأكل انت ممكن تغيريها براحتك. خامس يوم هتعملي بطاطس وخرشوف. طبعا الخرشوف طالع وجميل في السوق. هنعمل بطاطس بالخرشوف باللحمة المفرومة، هتبقى صينية كبيرة كده وهتقضينا ان شاء الله على يومين. سابع حاجة لوبيا بقى ولحمة ورز، برضو دي هتقضيكي. لو تلاحظوا ان انا عملت بقى طبيخ، طبعا الاكل الطبيخ مش بتقعدي وقت كتير في المطبخ، وغير كده كمان ان انتي هتقضي معاكي اليومين وهيوفر معاكي. تاسع يوم بقى اللي ان شاء الله باذن الله هيبقى يوم الوقفه ده، انا بعمل لهم فيه سندوتشات كبده وبطاطس محمره، لاني ببقى هلكانه، لاني بفرش البيت قبل الوقفه بيوم، فبكون تعبانه بقى، فبعمل سندوتشات كبده، يا اما بعمل فته يعني، او فته يعني هنكتب هنا، او فته اللي يريح. خلاص هتجيبي لحمه كده وتعملي الرز وتعملي الفته. 10 يوم بقى العيد هناكل بقى رنجه وفسيخ والحاجات بتاعتنا والسردين والحاجات اللي احنا بناكلها دي كلها. طيب الايام بقى اللي انا طبخت فيها دي، طبعا هتستريحي، وطبعا لازم نقرا القرآن بتاعنا ونصلي التراويح. والناس اللي حابة تعمل كل حاجة ان شاء الله بإذن الله بعد الفطار هتبقى قدامك الوقت. طب اللي هو بقى اليوم الفاضي اللي عندي ده، اليوم الفاضي اللي عندي دوت، انا هعمل ايه فيه؟ طيب هقسم الاول الايام الفاضيه دي على غسيل السجاد. طبعا لو عايزه تغسلي السجاد، لو عايزه تلمعي السيراميك، طبعا السيراميك دلوقتي فيه مذيب الدهون ده، بترشيه كده وبتعملي كل حاجه. والله يا جماعه اتسهلت غير الاول يعني كنا بنتعب شويه، لكن كل حاجه دلوقتي سهله. فانت هتعملي ايه بقى؟ مجرد ان انت اليوم اللي انت هتلاقي نفسك فاضيه فيه، هتقومي غاسله. لو عندك سجاجيد عايزه تتغسل هتغسليها وتنشريها. بس في الايام اللي انت ما طبختيش فيها، يعني اليوم اللي انا طبخت فيه خلاص طبعا هكون مجهده وتعبانه وكده، والعيال برضو عندهم تقييمات وحاجات،
فإحنا مش عايزين نصعب على نفسنا الموضوع، بالعكس إحنا عايزين نسهّل كل حاجة. خلّي يوم ابتدي بالسجاد مثلًا، اغسلي كل يوم فاضي من دول اغسلي سجادتين اللي عندِك، اغسلي بقى الستاير وشيليها، ابتدي إن شاء الله بإذن الله اعملي بقى التنظيفات بتاعتِك كده، نلمّع البوتاجاز، نلمّع الشفاط، نعمل الدهون اللي في المطبخ وهننضفها، وبرضه زي ما قُلنا كده في حاجات سريعة بتدوّب الدهون، دولاب المطبخ بتاعِك هتمسكيه برضه تروّقيه. كل ده إمتى بقى؟ هاقول لِك. أنتِ طبعًا هتشوفي الوقت اللي أنتِ مثلًا الولاد فيه في المدرسة، هيبقوا مثلًا ده وقت فاضي عندِك، وهتشوفي برضه الوقت اللي هو بعد أذان الضهر ده متهيأ لي كلنا بنصلي الضهر وبنبقى قاعدين، لأ استغلّيه في أي حاجة، والله بجد الواحد بيبقى نشيط قبل الفطار عن بعد الفطار. بعد الفطار الواحد لمّا بياكل بيبقى حابب إن هو يصلّي التراويح وكده ويقعد شوية، لكن قبل الفطار بتحسّي إن أنتِ عندِك نشاط. فحاولي بس طبعًا غسيل السجاجيد وكده خلّيه بعد الفطار عشان لو ريقِك نشف والّا حاجة زي حالاتي كده، أنا أي حاجة بتحتاج مجهود باخلّيها بعد الفطار. طيب وفي كمان حاجة، في الكحك، هتعملي بقى الكحك يوم كام؟ أنا هاعمله إن شاء الله بإذن الله يا يوم 25 يا 26، فأنتِ برضه هتضبّطي يوم كده هتكوني قاعدة فيه عاملة الأكل والحمد لله موضّبة كل حالِك، بحيث أول ما إن شاء الله بإذن الله تفطري، تقومي بقى زي حالاتي كده نبتدي بقى في الكحك. الحمد لله أنا باعمله من بعد الفطار لقرب السحور كده بيبقى الحمد لله جَهَز وعبّيته بقى في الحاجات بتاعتي اللي أنا باحطها فيها وخلاص، والعلب وخلاص. يبقى أنتِ دلوقتي الأيام اللي أنتِ هتبقي فاضية فيها، اللي أنتِ مش هتعملي فيها أكل هتستغليها. طب هتقولي لي بقى وهاصلّي وهاعمل كل الحاجات دي إمتى؟ هتصلّي وهتعملي كل الحاجات دي في الأيام إن شاء الله بإذن الله، لو كل يوم هتختمي جزء مع التراويح بتاعتِك، وإن شاء الله بإذن الله تكوني ختمتِ القرآن. طبعًا أنا عارفة إن في ناس تختم القرآن مرة و2 و3، بسم الله ما شاء الله عليكم. زي ما قُلت لكم ممكن نقرا القرآن مع الإيه، مع الصلاة. يعني الفجر هنقرا 4 صفحات، الضهر هنقرا 4 صفحات، العصر هنقرا 4 صفحات، المغرب طبعًا والعشا. المغرب طبعًا عشان كلنا بنبقى بنفطر فما بنلحقش نقرا قرآن، العشا والتراويح هتقري فيها، فإن شاء الله بإذن الله هتقضّي التعبُّد لربنا وكل حاجة. وبعد ما تخلّصي ممكن إن شاء الله بإذن الله يعني بعد ما أخلّص بقى اليوم اللي هو الفاضي بتاعي ده لو وصلت بقى فيه وعملت فيه، ممكن بقى قبل الفجر بشوية كده تبتدي برضه إن أنتِ تقري قرآن وتصلّي، وإن شاء الله بإذن الله هتقدري تعملي كل الحاجات دي. ال10 أيام الأخرانيين أنا عارفة إن هُم بيبقوا ضغط على ستات البيوت في إن إحنا بنصلّي وبنقرا قرآن وبننضّف وبنغسل وكل حاجة، بس ربنا بيقوينا وإن شاء الله بإذن الله رمضان يكون عدّى بخير إن شاء الله بإذن الله، ونكون إن شاء الله الأيام الجديدة بتاعة العيد كويسة علينا. أنا فرحانة إن ده أول رمضان ليّا في القناة معاكم، وأفكاري إن شاء الله بإذن الله يا رب تكون بتعجبكم دايمًا. يا رب الفكرة بتاعة الفيديو النهارده توصل لكلنا كده ونكونوا استفدنا منها، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.